السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة أكلتنا مختلفة وإن شاء الله تعجبكم، وفيها ألياف وصحية جدا وإن شاء الله تعجبكم. أول حاجة معايا كده الحلة، على طول نبدأ مع بعض ونسمي الله. يا ما شاء الله كده اللحمة جميلة ما شاء الله. نجيب الحلة بتاعتنا، المادة الدهنية بتاعتنا لو حابين نضيف حتة سمنة أو نضيف حتة دهنة من اللحمة، نسيحها كده على نار هادية، أو نضيف معلقة زيت، مفيش أي مشكلة. وأقطع اللحمة بتاعتي قطع لو هي كبيرة، نقطعها كده وأقطعها على نار سخنة، تاخد اللون بتاعنا الحلو اللي احنا بنحبه او اللي انا بحبه، فناخد اللون بتاع اللحمة الكويس ده عشان تقفل معانا المسام وتدينا طعم اللحمة حلو قوي قوي قوي. لو ما عملناش كده مش هتطلع معاكم يعني بطعم اللي انا هعمله ده. معايا بصلايه كده على ايدي بدل ما نجيب القطاعه اقطعها صغنون كده زي ما انتوا شايفين على ايديا. لو انتوا خايفين من على ايديكم اعملوا على البلانش بتاع التقطيع. فانا قطعتها صغير كده زي ما انتوا شايفين. انا واخده على كده يا جماعه، اللي مش متعود ما يقطعش زي ما انا بقطع كده. تمام، قطعها صغير عما اللحمه بتاعتي تاخد اللون زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هقلبها الناحيه التانية برضو الوجه التاني تاخد معاكم لون برضو. وبعد كده اضيف عليها البصل. احنا هنعمل فاصوليا النهارده، هتبقى احلى طبق فاصوليا هتاكلوه. انا ما حطيتش ماده دهنيه صراحه في الاول، ف حطيت لها معلقه كده من الزبده على الجناب علشان ما تفك معايا زي ما انتوا شايفين، عشان ما تلزق، ممكن تلزق معاكم. فضيفوا معلقه ماده دهنيه كده علشان متلزقش معانا، تاخد اللون الجميل ده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اضيف البصل عليها، وهتاخد لون الناحية التانية، والبصل برضو معانا. الفاصوليا بتاعتنا البيضة دي الجميلة نقعوها على قد ما تقدروا من ساعة ل12 ساعة. لو ما عندكوش وقت هتسلقوها دي بقى كده. هيجيب الفاصوليا ويحطها في مية ويرفعها على النار ويغليها 5 دقايق، وبعدين يطفي عليها ويسيبها نص ساعة ساعة. بعد كده يشغل عليها النار تاني كأنها اتنقعت من 12 ساعة. انا عملت معاكم قبل كده اللوبيا بدون نقع. لو حابين تشوفوها الطريقة، لوبيا البعين واحدة البلدي، وكمان عملنا حاجات كتير ان شاء الله تعجبكم وتتفرجوا عليها. كده اللحمة بتاعتي خدت اللون بتاع اللي انا حباه، وحطيت لها البصلايه واقلبها لغايه ما تاخد اللون. وانا مش هحط لها ميه خالص دلوقتي لغايه يعني بعد كده. ما بحبش احط لها ميه، طلع ميتها لو في ميه في اللحمه وكده احسن. ما بحطش عليها ميه على طول. تمام، وبسيب الفاصوليا تغلي واغطي عليها، بس يكون غطا موارب شويه عشان ما يكبش معاكم الميه على البوتاجاز. يكون الغطا بتاع الفاصوليا يعني مفتوح شويه او في تهويه. فلفل اسمر والبهارات بتاعه اللحمه اللي انتوا بتحبوها ضيفوها. فص رشة جوز الطيب، فص مستكة، اللي انتوا بتحبوه ضيفوه عليها. انا ضفت عليها بس ملح، قصدي فلفل اسمر. الملح مش دلوقتي، الملح طبعا انتوا عارفين ومتعودين ان انا بخلي الملح للاخر في اللحمة، عشان لو اللحمة بتاعتي يعني بتاخد وقت ما نحطلهاش الملح علشان بيطول السوا بتاعها. اهي بصوا اللون بتاعها بقى عامل ازاي جميل، نحط عليها زي الشمعة بالظبط ونسيبها شوية كمان. بعد كده اضيف عليها الصلصة، اضيف عليها المية براحتي خالص. حتى لو كمان بسلقها بعمل نفس الطريقة قبل ما اسلقها بديها برضو التشويحة اللي انتوا شايفينها دي علشان تديني شوربة حلوة. بصوا بقى الفاصوليا تستوي اهي، نشوفها كده مع بعض استوت ولا لا. هنشوفها استوت.
ويكون واحدة وواحدة، ساعات بتبقى واحدة وواحدة. الفاصوليا فاصوليا واحدة استوت وواحدة لأ، فتقلبوها على طول وهي متوطية عليها. فكده عندي صلصة أنا ضرباها، قصدي عاملاها قبل كده قدام، برضو عامله لكم الفيديو بتاع الصلصة وازاي تحفظوها في الفريزر لمدة سنة، وحلو جدا، والفيديو على القناة لو حابين تشوفوه. بس لو مش اضربوا طماطم في الخلاط وحطوها، صفوها وحطوها لو مش عندكم متفرزة. تمام. وبعد كده بنضيف عليها مية مغلية، منضيفش عليها مية ساقعة تماما. لو تحطوا عليها مية ساقعة هتزفر لكم اللحمة، تبقى طعم الأكل مش حلو خالص. تمام يا جماعة. هي في تريكات كده كل الناس بتطبخ طبعا، بس في تريكات كده الواحد لو عملها يبقى يطلع معانا أحلى أكل. اللحمة استوت، يعني خلاص داخله على السوا خلاص تماما، والصلصه اتسبكت، يعني البخار بتاعها طلع منها. انا كده كده اصلا مسبكاها قبل كده، يعني مطلعه منها الميه بتاعتها، يعني نشفت خالص من الميه بتاعتها. وبعدين صفيت طبعا الفاصوليا وغسلتها مره واتنين بعد ما سلقتها، وضفتها على اللحمه، ونزود ميه مغليه. بصوا البتاع اول ما حطيت الميه برضو الحله بتغلي، يبقى الميه مغليه بتاعتي، ما تبقاش ساقعه. طبعا بقى نحط البهارات بتاعتنا، ملح دلوقتي، واي بهارات بتحبوها، برضو رشه فلفل اسمر واللي انتوا بتحبوه تضيفوه عليه، قرن فلفل حامي لو حابه. بعد كده نروح نشوفها بعد ما تستوي. استوت وبقت زي الفل اهي، جميله ما شاء الله، وريحتها تحفه. ما شاء الله. يعني اللحمه استوت برضو. نشوفها مع بعض. نعمل شويه رز بقى بالشعريه جنبها، وبتنجان مخلل، شويه سلطه، وبألف هنا. جميله جدا ما شاء الله، طعمها خطير ومفيده، حتى لو عملتوها بدون لحمه طعمها تحفه تحفه تحفه. بدون لحمه او باللحمه خطيره. ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش يا جماعه اللايك والشير والاشتراك في القناه عجبكم باذن الرحمن. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله. بألف هنا.